شركة جاست فوق للأمانة ألقيت نظرة ما عندهم شيء جديد. آخر جهاز اللي صورنا الريفيو ماله بنفس ألوانه والأجهزة اللي عرفتوها، طبعا جودتهم ما له داعي. صاحب الشركة ويقول لي مستحيل ننزل بشيء مو جديد. جهاز الإصبع فينجر ديفايس، شوفوا يا اكسلانس، حجم جبار جدا وMTL. تعال أقول لكم تفاصيل. حجم جدا جميل وصغير، حيل صغير. بطاريته 450، بده 2 ملي يتعبى، وفي 0.8 و 1.0 اوم، ومش كويل يا سكلانس بهالمشكنه من الصغير، سموه اورو. ننطره جميل. الاختلاف تقول لي ماكو شيء جديد، لا هذا جديد يا اكسلانس. جاست فوق ما تخلى منزلين نفس الجهاز، لكن هالمره حاطين له شاشه وكذلك تب اسفنجي حق البود يا سكلانس. اوف كورس عليه تجربه، حتى هذا عليه تجربه. بيرفكت ورك براذر، ثانك يو. بعد هني حق فري ماكس يا سكلانس، واللي راح يكون منتجاتهم الاصليه اكيد بالكويت عند البيرق. هنشوف شنو جديدهم. الروكسا برو، روكسا اس، روكسا لايت، روكسا سمارت، حاطين الكريت 3 ضرب. خلونا نشوف في اجهزتهم الجديده مع الخاصيه الجديده من عندهم اللي يقول لك يا اكسلانس ان 3 مرات اطول عمر البود، 3 مرات اطول عمر الفليفر داخل البود، و100% فليفر راح يعطيك هالجهاز من شركه فري ماكس. الروكسا نانو، اس كيو، والسمارت واللايت والاس والبرو قريبا يا اكسلانس. شوف الابداع هني من فري ماكس يا سكلانس. جهاز MTL عادي اوبن بود سيستم، لكن المغزى هني يشيل ببطنه تانكين، تانك هالصوب وتانك هالصوب. مجرد ما تقلب المبسم راح تاخذ الفليفر الثاني، يا هالفليفر يا هالفليفر، يا 20 نكتين 50 نكتين، فليفرين. سوي اللي تبيه. فكره جديده وعجيبه من فري ماكس. بعدها حق العريقه يا اكسلانس، اول من نزلت الام والنظام اللي يركب له فلتر الجيك بيب يا سكلانس. هاو ار يو جيك بيب؟ هذا الجديد الوينكس كيو 2، غير الموجود اللي عرفناه اللي هو الوينكس الترا. لا هذا نزلوه مع الشاشه. بطاريته 1250، يركب عليه كل بودات الكيو واجهزه اير فلو مع هالشاشه الاكسلانسيه. اتوقع ياخذون ديزاينات من بعض، لكن صراحه ماتيريال وديزاين روعه. جهازهم هذا الليجند 5، شوف الديزاين روعه صراحه. واول من سوى لوك خارجي تقفل الجهاز وتفتحه من برا، تقطه بالجنطه ولا تحاتيه، روعه. هذا الجزء الخامس من الليجند يا سكلانس. صغير دايركت لونج بديزاينهم العريق صراحه. احب هالديزاين من شركه جيك بيب. ب 2000 بطاريه وبود 3 ملي بودات، لكن دايركت لونج. شوف الديزاين، يبدعون في الديزاين. اكثر من لون طبعا. الاتش 5